أهلا. البودكاست اسمه ندوب. بتكلم في البودكاست عن علم النفس والفلسفة والكتب والمقالات اللي ليها علاقة بيهم، وساعات بتبقى الكتب والمقالات بالإنجليزي وأنا بنقلها في البودكاست بالعربي. وكمان بتكلم على الأدب بشكل عام، وبتكلم عن كتب ممكن تكون مش واخدة حقها من الضوء قوي. طيب أنا النهاردة هتكلم عن كتاب موسم الهجرة للشمال. هو كتاب واخد حقه من الضوء بس هو بالنسبة لي كان اكتشاف. أول مرة أقرأ حاجة تبع الأدب السوداني. الفكرة ان الكتاب، لو لسه في ناس بتحب ان هي تسمع ريفيو عن الكتاب قبل ما تقراه او تسمع عن الكتاب قبل ما تقراه، انا مش حد ريفيو. انا هتكلم عن الكوتس اللي عجبتني او الاقتباسات، واتكلم عن ايه اللي اتحرك جواه او ايه اللي فكرت فيه وانا بقرا الاقتباس ده. لو حابب تقراه الاول قبل ما تسمع البودكاست، انا برشح ده. انا بحب اني اقرا الحاجه وامسكها من غير ما يكون في حد لافت نظري لمواطن الروعه اللي فيها، واحب اكتشفها بنفسي، وبعد كده اقعد اناقش مع حد ونفضل نفكر سوا، وايه اكتر حاجه عجبتني هنا وايه اكتر حاجه عجبته هنا، ويكون في نقاش. ده الاقتباس الاشهر على الاطلاق للروايه دي. الاقتباس بيقول: إنني أريد أن آخذ حقي من الحياة عنوة، أريد أن أعطي بسخاء، أريد أن يفيض الحب من قلبي فينبع ويثمر ثمة آفاق كثيرة لابد أن تزار، ثمة ثمار يجب أن تقطف، كتب كثيرة تقرأ، وصفحات بيضاء في سجل العمر، سأكتب فيها جملا واضحة بخط جريء. الاقتباس ده مشهور جدا حتى للي ما قراش الروايه، ومعروف ان هو من موسم الهجره للشمال. مشكلتي مع الاقتباس ده ان انا كنت مستنيه ان هو يتقال في لحظه محوريه جدا في الروايه، يعني في القمه، يعني مش عارفه اوصف بالظبط. بس انا احبطت ان هو جه وهو عمال يتامل كده. انا كنت مستنياها ان هي تبقى صادره بانفعال، او صادره بشكل مبهر بالنسبه لي، او في لحظه محوريه. بس ده ما حصلش. هو قاعد يتأمل وجاله التأمل ده، وهو حلو. الاقتباس جميل جدا، بس يمكن أنا كنت محبطة، كنت متخيلاه في سياق آخر يعني. بس هو اقتباس جميل، بس ده مش اقتباسي المفضل. اقتباسي المفضل هو آخر واحد في الرواية خالص. كان في غاية الجمال وفي غاية الفلسفية يعني. غير صفحة 8، نخش على صفحة 22. صفحة 22 بيقول: إلا أنني منذ صغري كنت أحس أنني مختلف. أقصد أنني لست كبقية الأطفال في سني. لا أتأثر بشيء، لا أبكي إذا ضربت، لا أفرح إذا أثنى علي المدرس في الفصل، لا أتألم بما يتألم له الباقون. كنت مثل شيء مكور من المطاط تلقيه في الماء فلا يفتل. كانت حلوة جدا جدا. أنا جايبة الاقتباس كله عشان كنت مثل شيء مكور من المطاط تلقيه في الماء فلا يبتل. جميلة قوي، حلوة يعني. اللي عاجبني جدا الاقتباس ده بيتكلم على لسان مصطفى، مش الراوي. مصطفى اللي هو بطل القصة أصلا. مصطفى كان شيء مكور مثل مطاط تلقيه في الماء لا يبتل، ولا مشاعر ولا عواطف، على الأقل لحد دلوقتي يعني. فده كان اقتباس ملفت جدا. بعد كده صفحة 25. فبيقول هنا اللي بيتكلم ده بطل القصة اللي هو مصطفى. لما هو جه يسيب والدته عشان يسافر لمصر ويحاول يلاقي فرصة أحسن في التعليم، مامته كانت حد غريب جدا. فهو يعني بيقول: كان ذلك وداعنا، لا دموع ولا قبل ولا ضوضاء، مهلوقان سارا شطرا من الحياة معا، ثم سلك كل منهما سبيله. ببساطة يعني واحدة بتودع ابنها الوحيد، فاللي هو تودعه ازاي، اللي هو عادي يعني، اللي هو يعني كاجوال قوي حسيت يعني. هو صحيح هو مصطفى نفسه بارد، بس هي هي غريبة شوية. هي الأم غريبة شوية. مش عايزة أسقط عن موضوع وجهة نظر نفسية يعني، واقعد اطلع في الام امراض نفسيه وان هي مفصوله عن مشاعرها. بس هو غريب جدا ان هي ابوه متوفي وهي عايشه مع ابنها، وابنها قرر فجاه ان هو يسافر، وده عادي. مخلوقا سار شطرا من الطريق معا ثم سلك كل منهما سبيله. فغريبه شويه.
بعد كده صفحة 25، بعد كده صفحة 25 29. دي هتتكلم عن نقطة محورية جدا في الكتاب، اللي هو جيم موريس. كل شيء حدث قبل لقائي إياها كان إرهاصا، وكل شيء فعلته بعد أن قتلتها كان اعتذارا، لا لقتلها بل لأكذوبة حياتي. هو جيم موريس، هو من الآخر هو سافر هناك والناس بتشوف إن هو هيتكلم في اقتباس تاني إن هو الناس مفيش استواء في وجهة نظرهم ليه. يعني هو جاي من خط الاستواء، فالمفروض الناس تكون تبص له بشيء ما من الاستواء في وجهة النظر. بس لا، بالعكس، هم بينقلوه من اقصى اليمين الى اقصى اليسار. يا اما هو حد متخلف عشان هو جاي من هناك، يا اما هو حد غريب وملفت بالنسبة للسيدات هناك يعني. ف... ف... فهو بيتكلم هنا انه كل حاجه في الروايه ارهاص او مقدمه لجيم موريس. هو قتلها من الاخر يعني. هو كان يعني، هي قصه غريبه، بس انا فاهمه ان هي اكتر نقطه يعني الكتاب بيعلي عشان يوصل للنقطه دي، اللي هو نقطه قتله لجيم موريس وعلاقته بجيم موريس، وفي طريقه كل الستات اللي انتحروا عشان هم حبوه ومش عارفه ايه وحاجات كده. بس يعني انا ما كنتش معجبه بجيم موريس، وما كنتش معجبه بعلاقته بجيم موريس، وانا شايفه ان حد زي مصطفى ده صعب ان هو يحب حد غير نفسه بصراحه. بس هو ملفت الجمله اللي هو وكل شيء فعلته بعد أن قتلتها كان اعتذارا لا لقتلها بل لأكذوبة حياتي. هي وراها معاني يعني، هي جميله، بس الموضوع مش يعني، انا ما عجبتنيش علاقته بجيم موريس. انا عجبتني اقتباسات كتير الفلسفيه اللي في الموضوع. وهنكتشف بعد كده ان مصطفى ده نفسه هيموت اصلا. يعني هو قتلها، بعد كده رجع السودان واتجوز عادي وعاش عادي، وبعد كده قرر ان هو ينتحر تقريبا، او هو مات، محدش عارف حسب ما انا فاهمه يعني. بس حلو، كان اعتذارا لأكذوبة حياتي. هل نوعية اشخاص زي مصطفى دول، اللي هو ماشي وسايب مامته وراح مسافر لمصر ومفيش حاجة خالص، مفيش مشاعر، هل شخص زي ده ممكن يحب حد؟ يعني مش عارفة، يعني مش مقتنعة بصراحة ان شخص زي ده ممكن يكون عادي كده يعني زي البني ادمين وبيحسوا. مش مقتنعة بصراحة. بس هي الجملة حلوة، حتى لو هو شايف من وجهة نظره ان هو حبها يعني، فعلى الاقل من وجهة نظره الكود دي جميلة. فبيقول لهم حد تحديدا اسمه محجوب بيقول لهم هل بينهم مزارعون، اللي هو بيتكلم عن يعني ان هو بره في مزارعين برضو يعني بره السودان. بطل القصة قال له الراوي قصدي بتاع القصة، مش بطل القصة، عشان الراوي حد وبطل القصة نفسه مصطفى ده حد تاني ملغز جدا. ولو انه في نقطة من النقط كان في نقط تماس، او في نقط ما كنتش عارفة اللي بيتكلم ده مصطفى ولا الراوي. تحديدا مشهد النهاية كان في الاخر كده ما كانش واضح خالص هل مين فيهم اللي بيتكلم يعني. فهنا بيقول ايه: وسألني محجوب هل بينهم مزارعون؟ وقلت له نعم، بينهم مزارعون وبينهم كل شيء، منهم العامل والطبيب والمزارع والمعلم مثلنا تماما. وآثرت ألا أقول بقية ما خطر على بالي: مثلنا تماما، يولدون ويموتون، وفي الرحلة من المهد إلى اللحد يحلمون أحلاما بعضها يصدق وبعضها يخيب، يخافون من المجهول وينشدون الحب، ويبحثون عن الطمأنينة في الزوج والولد. فيهم أقوياء وبينهم مستضعفون، بعضهم أعطته الحياة أكثر مما يستحق، وبعضهم حرمته الحياة. لكن الفروق تضيق، وأغلب الضعفاء لم يعودوا ضعفاء. لم أقل لمحجوب هذا، وليتني قلت، فقد كان ذكيا. خفت من غروري ألا يفهم. صفحة 42، كوت اقتباس فلسفي في الجون بصراحة: لو أن كل إنسان عرف متى يمتنع عن اتخاذ الخطوة الأولى لتغيرت أشياء كثيرة. ده جملة قاتلة. كام مرة بتبقى أنت ناوي تعمل حاجة وأنت من الأول في أول خطوة أنت عارف إن الموضوع ده هيجر مصايب. في جملة كنت قريتها مش متذكرة اسم الكتاب عشان أكون دقيقة، بس كان بيقول إيه؟ كان بيقول no one can be seduced without his من غير يعني من غير موافقته.
مفيش حد ممكن يعني يتم إغراؤه إلا بموافقته. فهي نفس النقطة، لو أنت عارف النقطة الأولى، لو عرفت توقف نفسك عند الخطوة الأولى، أنت صحيح مش هتبقى مدرك كل البلاوي اللي كانت هتحصل لو أنت ما كنتش مشيت السكة دي. بس الفكرة إنه لو عرفت تمتنع على الخطوة الأولى، أنت هتوفر على نفسك حاجات كتير. بس الخطوة الأولى بيبقى باين من السكة دي في الأغلب. يعني لو حد في معظم الأحوال طبعا، مش دايما يعني، بس بيبقى باين إن السكة دي مش مجدية، السكة دي هتودي في داهية، السكة دي هتستهلك أعصابي وهتستهلكني. بس بنكمل برضو يعني بمنتهى ساعة القدر يحمل البصر يعني. بس هي جملة حلوة. وكتير بنبقى احنا في الخطوة الأولى، نقدر ان احنا نتراجع، نقدر ان احنا نوقف، نسكت. ف... فالجملة دي كانت حلوة جدا. صفحة 57 دي حلوة برضو. آلاف الناس يموتون كل يوم، ولو وقفنا نتمعن لماذا مات كل منهم وكيف مات، فماذا سيحدث لنا نحن الأحياء؟ الدنيا تسير باختيارنا أو رغم أنوفنا، وأنا كملايين البشر أسير، أتحرك بحكم العادة في الغالب في قافلة طويلة تصعد وتنزل، تحط وترحل. والحياة في هذه القافلة ليست كلها شرا، أنتم ولا شك تدركون ذلك. قد يكون السير شاقا بالنهار، البوادي تترامى أمامنا كبحور ليس لها ساحل، نتصبب عرقا وتجف حلوقنا من الظمأ، ونبلغ الحد الذي نظن أنه ليس بعده متقدم، ثم تغيب الشمس ويبرد الهواء وتتألق ملايين النجوم في السماء. نطعم ونشرب حينئذ ويغني مغنى الركب، بعدنا يصلي جماعة وراء الشيخ، وبعدنا يتحلق حلقات يرقصون ويغنون ويصفقون، وفوقنا سماء دافئة رخيمة. وأحيانا نسري بالليل ما طاب لنا السرى، وحين يبين الخط الأبيض من الخط الأسود نقول عند بلاج الصبح يحمد القوم السرى. وإذا كان السراب أحيانا يخدعنا، وإذا كانت رؤوسنا المحمومة بفعل الحر والعطش تمور أحيانا بأفكار لا أساس لها من الصحة، فلا جرم. أشباح الليل تتبخر مع الفجر، وحمى النهار تبرد مع نسيم الليل. هل ثمت وسيلة أخرى غير هذه؟ يعني ما فيش حاجة تتقال على الاقتباس، يعني هو فعلا جميل جدا جدا، وما فيش وسيلة غير كده. يعني احنا ايه الحل التاني غير السراب اللي بيخدعنا، رؤوسنا المحمومة بفعل الحر والعطش، او هو طبعا دي صورة، يعني هو ما يقصدش يعني هو متأثر طبعا يعني مش عايزة اقعد اطلع مواطن الجمال اللي هو زي لما احنا كنا في ثانوي، بس هو متأثر ببيئته يعني، والسودان والحر بتاع السودان. فهو يعني الموازنة اللي هو عاملها، او يعني الحاجتين المتوازيتين، يعني ان هو يقصد المعنى عموما في الحياة وربطه بالبيئة. انا شايفة ان هي موفقة جدا في النقطة دي جدا. صفحة 68: نحن بمقاييس العالم الصناعي الأوروبي فلاحون فقراء، ولكنني حين أعانق جدي أحس بالغنى، كأني نغمة من دقات قلب الكون نفسه. بعد كده قال إنه ليس شجرة سنديان شامخة وارفة الفروع في أرض منت عليها الطبيعة بالماء والخصب، ولكنه كشجيرات السيال في صحاري السودان، سميكة اللحى حادة الأشواك، تقهر الموت لأنها لا تسرف في الحياة. تقهر الموت لأنها لا تسرف في الحياة، جملة في غاية الجمال. وجملة كمان حين أعانق جدي أحس بالغنى كأني نغمة من دقات قلب الكون. كان هنا الراوي هو اللي بيتكلم مش مصطفى. فالراوي أصلا لما رجع كمان السودان كان عمال يتكلم عن علاقته بجده، وجده كان شخص جميل يعني، مش ليه ظهور كبير في القصة بس جميل يعني. حبيت الجد وعلاقته بالجد، وكانت حاجة لطيفة يعني. صفحة 86 68 اللي ب 86: أنت وغد ولكني لا أكره الأوغاد فأنا أيضا وغد. دي يعني الايه البلانت تروث. الصراحة اللي هي ما فيش منها يعني، اللي هو أنت وغد وأنا ما بكرهش الأوغاد، أنا كمان وغد. ده واحد طبعا اللي قالها واحد إنجليزي، قالها لمصطفى سعيد. ف يعني عجبتني لا أكره الأوغاد لأني أنا أيضا وغد. في أختي كانت مرة، أختي بتكتب، فهي كانت مرة كاتبة جملة اللي هو إيه، انا قلت لها ان انا هاخدها منها لو هي ما نشرتهاش، وهي قررت ان هي ما تنشرش، فانا هقرر ان انا اقول الجمله دي يعني. بتقول انا الشخص الذي اكرهه
انا بفضل الوم على اللي قدامي واقول انت غلط، انت مش عارفه ايه، بعد كده بلاقي نفسي بعمل نفس الحاجه، عشان احنا بني ادمين. مفيش حد منزه مننا. كلنا بنقع في اخطاء. تحديدا اكتر شخص انا بلومه وبقول عليه ان هو غلط وبتعالى وبقعد في هودجي عالي وابص له من فوق واقول له انت غلط، في الاغلب انا بقع في نفس الغلط. كارما، قدر، سميها زي ما تحب، بس هو ده غالبا اللي بيحصل. او يعني فهي نفس الفكره، انت واخد وانا بكرش الاوغاد، فانا كمان واخد. يعني انا بقعد الوم على الناس اخطائهم وانا كمان بعمل غلطات. ف يعني الهم طايلني وطايلك من الاخر يعني. ولاقي مع صراحه الانجليز او ما يقال عن صراحه الانجليز يعني. صفحه 100. الجمله اللي أنا قلتها دي كده، يا للسخريه، الانسان لمجرد انه خلق عند خط الاستواء. بعض المجانين يعتبرونه عبدا وبعضهم يعتبرونه الها. اين الاعتدال؟ اين الاستواء؟ الجمله دي كانت تحفه، ان هو ربط ما بين الاستواء اللي هو جاي منه خط الاستواء اللي هو في اللي احنا خدناه في الجغرافيا، وما بين ان هو مفيش حد باصص له باستواء. هو يعني ال التو اكستريمز او النقيضين، يعني الاقصى اليمين واقصى اليسار. في ناس يشوفوه ان هو واخد عشان هو جاي من هناك، وفي ناس مش واخد عبد. في ناس شايفينه عبد اللي هو العبد اللي جاي من السودان، وفي ناس شايفينه اله. طب فين الاعتدال؟ فين الاستواء في النظر البني ادمين؟ فدي كانت جمله جميله جدا. طيب صفحه 103 فيها اقتباس انا حباه جدا، والاقتباس ده تاني اكتر اقتباس انا حباه في الروايه، يمكن اكتر حتى من الاقتباس بتاع اللي احنا قلناه في الاول، اللي انا قلت لكم ان انا كنت محبطه بان هو ما كانش في لحظه محوريه في القصه، اللي هو بتاع اريد ان يفيض الحب من قلبي فينبع ويثمر ثمة افاق كثيره لابد ان تزار. لا انا حبيت الاقتباس اللي انا هقول دلوقتي حبيته اكتر منها، بس هو مش اكتر اقتباس، مش اجمل اقتباس في الروايه. اجمل اقتباس في الروايه بالنسبه لي اللي في اخر صفحه. فانا هقول دلوقتي تاني اكتر اقتباس حلو بالنسبه لي في الروايه. وانا الان تحت هذه السماء الجميله الرحيم احس اننا جميعا اخوه. الذي يسكر والذي يصلي والذي يسرق والذي يزني والذي يقاتل والذي يقتل، الينبوع نفسه. ولا احد يعلم ماذا يدور في خلد الاله. لعله لا يبالي، لعله ليس غاضبا. في ليلة مثل هذه تحس أنك تستطيع أن ترقى إلى السماء على سلم من الحبال. هذه أرض الشعر والممكن، وابنتي اسمها أمال. سنهدم وسنبني، وسنخضع الشمس ذاتها لإرادتنا، وسنهزم الفقر بأي وسيلة. الجملة دي جميلة جدا 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 في غاية الرقة. لايقة يعني. الجملة اللي أنا قلتها في الأول اللي هي بتاعت سأكتب فيها جملة واضحة بخط جريء، تحس ان فيها انفعال لما تقراها بره السياق، فبتبقى منتظر دايما ايه ايه اللي طلع الانفعال ده منه، ان هو عايز يكمل في الحياه. فعشان كده كنت منتظراها ان هي تكون في نقطه محوريه. انما الاقتباس ده لايق جدا مع حد قاعد يتامل في الصحراء في وقت ما، وقاعد وطلع منه الكلام ده. فعشان كده يمكن بالنسبه للسياق او ارتباطه بالسياق انا شايفه ان هي هنا لايقه على السياق، انما الاولى اللي انا قلتها مش حاساها ان هي لايقه على السياق بالنسبه لي. صفحة 110 بيقول جملة تبان إن هي عابرة، بس هي وقفت معايا ولقيتها اتكررت تاني في صفحة 128. لا يوجد عدل في الدنيا ولا اعتدال. دي الحقيقة البائسة اللي لازم نتعاطى معاها ونعيش بيها. مفيش عدل في الدنيا، مفيش اعتدال. على رأي مدرس من مدرسيني، حاجة من الاتنين: هتفضل تدبدب في الأرض وتقول الدنيا ما فيهاش عدل، يا إما هتضطر إن أنت تتعامل مع الواقع ده كحقيقة وتتعامل معاه وتواجهه وتكمل فيه، عشان هو ده الواقع. مفيش عدل في الدنيا ولا اعتدال، هو ده الواقع. ماشي اوكي، في بعد كده ربنا هيحاسب الناس بعد كده، تمام اوكي، بس for the time being وفي تلك الرحلة القصيرة على الأرض مفيش عدل ولا اعتدال، مفيش، ببساطة. فيعني دي الحقيقة، واجهها. إنكار الحقيقة ما بينفيش إن هي حقيقة، إنكار حقيقة ما بينفيش حقيقة إن هي حقيقة يعني. فده الواقع، وهو كررها مرتين في الرواية، صفحة 110 صفحة 128. بعد كده صفحة 117 دي حلوة بقى.
مضحكة بالنسبة لي جدا. مصطفى سعيد اللي هو البطل، اللي انا قلت ان هو مات ولا انتحر ولا ايا كان، محدش فاهم بالظبط ايه اللي جراله. بعد كده ارملته كانت عايز تتجوز الراوي، او كانت موافقة لو هي هتتجوز ان هي تتجوز الراوي، انما ابوها اجبرها ان هي تتجوز واحد مزواج اسمه ود الريس تقريبا. ود الريس، مش ود الريس، ود ان هو ابن الريس يعني. في حد زميل كان يعني لما حضرت المناقشة بتاعت الكتاب ده، كان هو الزميل ده كان من يعني كان حد في ديوان، والحد ده من أسوان، فهو قال لها مش ود من الود، ود يعني كأنه ابن الريس يعني، ولده يعني، أو ابنه. المهم ان هي اتجوزت الراجل ده بالعافيه. فبرضه من ضمن المشاهد الجرافيك قوي مشهد القتل بتاع ود الريس ده. فبغض النظر عن مشهد القتل، بغض النظر عن مشهد القتل، وبغض النظر عن المشهد بتاع جين موريس لما مصطفى قتل جين موريس، وبغض النظر عن المشهد اللي هو يعني معرفش، بس دي حاجه اول مره تخطر في بالي صحيح. يعني مصطفى قتل جين موريس بشكل جرافيك واضح جدا، وبعد كده رجع السودان اتجوز واحده، مصطفى مات. لما مصطفى مات اجبروا الست دي ان هي تتجوز ود الرئيس، وبعد كده هي قتلت ود الرئيس. يعني اتنين قتلة كانوا متجوزين بعض يعني مش فاهمة يعني هو مصطفى قتل جيم موريس، ومراته قتلت جوزها اللي بعد لما مصطفى مات. فكانت حاجة يعني أول مرة تلفت نظري دلوقتي أنا بقراها، يعني أنا أربط ما بينهم. المهم ود الرئيس ده احنا قلنا كان راجل مزواج. فبعد كده بعد ما اتقتل في مشهد جرافيك قوي المهم راحوا لمراته الأكبر واحدة، مرات ود الرئيس، فبتسأل الناس بتقول لهم ايه، تقول لهم ماذا جاء بك في هذا الوقت. فقلت لها اللي هو بيتكلم هو الراوي، قومي حصلت قتلة في بيتكم. فقالت قتلت مين؟ قالت قلت لها بنت محمود قتلت ود الرئيس وقتلت نفسها. الست قالت ايه بصراحة؟ قالت في 60 داهية وكملت نومها. الفكرة ان اي كان ريليت لحد مش مبالي، يعني هي ايه، يعني ربنا اخده يعني خلاص، يعني احسن في 60 داهيه وكملت نومها. انا ريت مع الحاجات دي كويس قوي، اللي هو انا لو حصل ايه هكمل نوم، بس هي بالنسبه لها كمان ده كان جوزها، واللي هو في 60 داهيه عادي. هو يستاهل بصراحه، عشان نبقى اونست برضه يعني. بس فده المشهد، اول قتله في الكتاب يعني. لا، اول قتله كانت انتحار مصطفى. بعد كده القتله دي، بعد كده قتل جين موريس، بعد كده الانتحار اللي في الاخر اللي مش باين هو لمصطفى ولا للراوي. بعد كده صفحه 121. خسرت الحرب لانني لم اعلم ولم اخطر، وقفت زمنا طويلا امام باب الحديد. انا الان وحدي، لا مهرب، لا ملاذ، لا ضمان. عالمي كان عريضا في الخارج، الان قد تقلص وارتد على اعقابه حتى صرت العالم انا ولا عالم غيري. اين اذن الجذور الضاربه في القدم؟ أين ذكريات الموت والحياة؟ ماذا حدث للقافلة والقبيلة؟ أين راحت زغاريد عشرات الأعراس وفيضانات النيل وهبوب الريح صيفا وشتاء من الشمال والجنوب؟ الحب لا يفعل هذا، إنه الحقد. ده والبطل قصدي الراوي رايح يفتح الأوضة بتاعت البطل بتاعت مصطفى، وهيكتشف كل الأسرار بتاعت مصطفى كان شخص ما كانش بيحكي، بس هو كان بيثق في الراوي. فدلوقتي يعني انا معرفش ايه اللي منعه كان طول القصه ان هو يفتح الاوضه بتاعت مصطفى سعيد بصراحه، بس هو يعني هو فتحها في اخر القصه وخلاص يعني. بعد كده صفحه 127، الكوت اللي قبل الاخيره. بعد كده نخش على اجمل كوت بقى، اجمل كوت خالص خالص في الكتاب، صفحه 151. الكلام اللي بيتقال ده مش واضح مين اللي بيقوله، مصطفى سعيد ولا الراوي، بس هي حلو جدا، في غايه الجمال، وجوديه فلسفية في غاية الجمال. كان ذهني قد صفى حينئذ، وتحدد علاقتي بالنهر. إنني طاف فوق الماء، ولكنني لست جزءا منه. فكرت أنني إذا مت في تلك اللحظة فإني أكون قد مت كما ولدت، دون إرادتي. طول حياتي لم أختر ولم أقرر. إنني أقرر الآن أنني أختار الحياة.
سأحيا لأن ثمة أناس قليلين أحب أن أبقى معهم أطول وقت ممكن، ولأن علي واجبات يجب أن أؤديها، لا يعنيني إذا كان للحياة معنى أو لم يكن لها معنى، وإذا كنت لا أستطيع أن أغفر فسأحاول أن أنسى. مفيش تعليق كفاية يعرف يجيب يعني أنا حاسة بإيه ناحية الجملة دي، وخصوصا الجملة الأخيرة بتاعت إذا كنت لا أستطيع أن أغفر فسأحاول أن أنسى. ملهاش وصف، دي مش عارفة يعني. الفكرة إن الرواية دي أول رواية للطيب صالح، إذا كانت أول رواية عاملة كده. وعلى فكرة أنا ما حسيتش، عشان أكون صريحة يعني، أنا ما حسيتش بجمالها بشكل حقيقي غير كمان لما حضرت مناقشتها. يعني كانوا عاملين مناقشة ليها في ديوان، فأنا حضرتها، فده حسسني أكتر يعني بجمالها، وإحنا عمالين كل واحد يشارك أكتر اقتباس عجبه في الرواية، بنحلل مع بعض، بنفكر مع بعض. فهي في غاية الجمال، الاقتباس ده في غاية الجمال. يمكن الرواية على بعضها بصراحة يعني الاقتباسات فيها حلوة، المشاهد الجرافيك فيها صعبة شوية بالنسبة لي بس هي جميلة، وان هو واحد بيكتب لأول مرة ويعرف يكتب كده، مش بشكل ساذج، مش بشكل فيه أخطاء وثغرات بشعة يعني. فهو كتاب جميل، وهو مش بياخد وقت، وممكن تكون انتوا قريتوه قبل تسمعوه، يعني يعني ده السيناريو الأفضل بالنسبة لي. او ممكن اكون قلت لكم اكتر كوت انا بحبها في الكتاب، وتشوفوا اذا كنتوا عايزين تقولوا ولا لا. انا عندي برد فعشان كده صوتي باين مكتوب شويه، بعتذر. بس ده الكتاب اللي أنا قريته وحبيت اشارك معاكم يعني. بس على السلامه.